السلام عليكم. اليوم قصتنا عن شاب اسمه طارق، عمره 20 سنة، يعيش بس هو وأمه بأحد القرى الريفية بنص الجبال. أمه وأبوه منفصلين عن بعض، فعايش هو ووالدته ببيت صغير داخل هاي القرية، وما عنده لا أخوان ولا أخوات. وأكو قرية ثانية قريبة عليهم ساكنين بيها بيت خالته أخت أمه، وعده 2 ولد قريبين على عمر طارق، فدائما يروح يمهم بالنهار أو الصبح ويرجع قبل المغرب. بين القرية اللي ساكن بيها طارق وأمه والقرية اللي ساكنين بيها بيت خالته أكو طريق واحد يربط بين القريتين، والمشكلة بهذا الطريق انه ما حد يمشي بيه من اهالي القريتين بالليل، فقط بالنهار يمشون بيه. والسبب انه اكو اشاعات بهذا الطريق تظهر بيه الاشباح بالليل وتخطف اي شخص يمشي بيه، وهواي اطفال وناس اختفوا من مشوا بهذا الطريق بالليل، وبعد فترة لقوا جثثهم مشمورة بالجبال، واغلب الجثث كانت